المصريين عندهم عشق غريب جدا للعقار، بس تعالوا نفكر بالعقل. مش اي شقة تبقى استثمار، ومش اي ارض تبقى مكسب. هعيدها لك تاني عشان تبقى مركز فيها. مش اي شقة تبقى استثمار، ولا اي ارض ممكن يبقى فيها مكسب. العقار يبقى استثمار لما تشتري يونت صح في مكان صح ووقت صح بفيتشرز او بخصائص صح. وكمان ازيدك من الاستثمار بيت، لما الريل استيت يونت بتاعتك او لما تكون الوحدة بتاعتك برودكتيف، يعني تبقى منتجة. خد بالك ان مصر فيها عجز في الغرف الفندقية، ومع توقعات نمو السياحة خلال الفترة اللي جاية هيبقى فيه طلب عالي جدا على الشقق الفندقية. ده كده اسمه استثمار. لكن لما تجيب شقة وتقعد قافلها وراكنها ومش بتأجرها ومش بتستنفع بيها، يبقى انت كده مجمد فلوسك ومش بتستثمر استثمار صح. السوق دلوقتي بقى فيه اوبشنز كتير جدا للاستثمار العقاري، وده اللي انا هتكلم عليه بعد كده. ركز في الجملة اللي انا هقولها لك دي، الفكرة مش في الطوب، الفكرة في العائد وبس كده.